مساء الخير وحلقة جديدة في الكرة مع عاكف. النهاردة معانا آخر الأخبار والتفاصيل الحصرية اللي موجودة معانا في البرنامج، وبرضه هننوه عن المسابقة في آخر الحلقة. مسابقة الدوري المصري. نبتدي على طول بموضوع أو أزمة أحمد عبد القادر تتفاقم في النادي الأهلي بعد ما محمد يوسف أبلغه إن النادي الأهلي عايز أحمد عبد القادر يمشي السنة دي، وإن أحمد عبد القادر المفروض يشوف عرض علشان المدير الفني مش محتاج له ونادي الأهلي مش محتاج له. طيب أنا هتكلم في الموضوع ده بصراحة. الكابتن محمد يوسف كابتن محترم وعنده خبرة فنية كبيرة، وكسب مع النادي الأهلي دوري أبطال أفريقيا، ولكن العمل الإداري مختلف. يعني المنصب لسه جديد عليه كمدير رياضي. أنا بعتقد إن دي أول غلطة أو غلطة كان أحمد عبد القادر مستنيها، وكان عايز المسؤولين في النادي الأهلي يبلغوه الموضوع ده. يعني انا عارف لما اكون بزهقك مثلا من حاجه وعلشان عايزك تتصرف بشكل معين، فتحس ان النادي الاهلي من خلال محمد يوسف اداله الحاجه اللي هو عايزها. وكان غرض احمد عبد القادر من الموضوع ده ان هو يزهق المسؤولين في النادي الاهلي، وان هو بمعنى اصح يثبت حسن نيته ان هو عايز يقعد في النادي الاهلي. بالرغم زي ما قلت لكم، الحمد لله كان في انفراد هنا في البرنامج، واتحدى اي حد قال الخبر قبلينا ان احنا قلنا ان احمد عبد القادر مضى وخلص في نادي الزمالك، مخلص كل حاجه. يعني ما فيش الكلام اللي انت بتسمعه والاخبار اللي انت بتسمعها ان احمد عبد القادر ممكن يروح بيراميدز او ان ممكن يجدد في النادي الاهلي. هتكون بنسبه يعني لا تتعدى الواحد في المية. وزي ما قلت لك ان هو اصلا ماضي ومخلص في نادي الزمالك، يعني ممكن الموضوع ده في المستقبل يعمل مشكله لاحمد عبد القادر او النادي اللي هيمضي معاه. فعلشان كده بقول لك ان موضوع احمد عبد القادر كلنا عارفين ان هو خلاص منتهي وان هو عايز يروح نادي الزمالك. ولكن النادي الاهلي او محمد يوسف غلط لما قال لاحمد عبد القادر ووكيله ان النادي الاهلي مش محتاجه ومش عايزه ينزل التمرين، وان المدير الفني مكتفي باللعيبه اللي كانت موجوده معاه في المعسكر، ومش عايز احمد عبد القادر يشارك في التدريبات. فدي غلطه، لان احمد عبد القادر هياخد الموضوع ده ويقول لك ويبان قدام الجماهير، او هيقول قدام الجماهير ان هو يعني كان عايز يقعد في النادي الاهلي، ولكن الاداره هي اللي اجبرته على الرحيل من النادي الاهلي، وعلشان كده هو راح نادي الزمالك. وهو ده اللي كان عايز يوصل له احمد عبد القادر من اول الازمه لحد دلوقتي، عايز يزهق اداره النادي الاهلي لحد ما اداره النادي الاهلي تقول له خلاص امشي احنا مش عايزينك. وهو ده فعلا اللي حصل. علشان كده اليومين اللي جايين دول هيكونوا طبعا سخنين جدا في موضوع احمد عبد القادر. ولكن انا كنت اتمنى ان الكابتن محمد يوسف ما يوجهش الرساله دي لاحمد عبد القادر. طبعا ممكن يكون موجوده في نيتك، ممكن تكون مجلس الاداره مقرر ان هو يمشي احمد عبد القادر، زي ما قلت لكم برضو قبل كده ان مجلس الاداره عايز يخلص من احمد عبد القادر علشان ما يعملش مشاكل في اوضه اللبس. ولكن الطريقه نفسها ما كانتش تكون بالصراحه دي. في ناس بتقول لك ان الصراحه احسن، وان انت تقول اللاعب في وشه ان انت خلاص مش مكمل معانا دي احسن. ولكن لو تبص على يعني طريقه المفاوضات واللي بيعملوها مثلا الناس اللي هي مسؤوله عن التعاقدات او المدير الرياضي، لازم يكون كلامه مع اللعيبه كلام يعني في محله او مسؤول، علشان اللاعب ما يستغلش الكلام ده ان هو يوصل للجماهير ان تم اجباره على الرحيل من النادي. كلنا عارفين ان احمد عبد القادر عايز يمشي، كلنا عارفين ان احمد عبد القادر مخلص كل حاجه في الزمالك. ولكن احنا خليناه او الرساله اللي وصلته من النادي الاهلي ان انت ممكن تمشي عادي، واحنا اللي مش عايزينك. فهنشوف الفترة اللي جاية فيها ايه. ولكن ده كان رأيي، انا كان رأيي ان ما كانش الموضوع يوصل بالطريقة دي. انا احمد عبد القادر لسه فاضل فيه سنة مع النادي الاهلي، كان لازم يكمل السنة اللي فاضله له مع النادي الاهلي ويلعب او يقعد على الدكة لو ما جابش عرض.
بالرغم ان الوكيل طبعا احمد يحيى بيدور على عرض لاحمد عبد القادر لمده سنه علشان ينقذ احمد عبد القادر، وبرضه في نفس الوقت تكون استفاده للنادي الاهلي، استفاده ماليه. ده اللي هياخدني بقى لنقطه الوكلاء والسماسره. زي ما قلت لكم قبل كده، اتكلمت على احمد ادم وطني الاسبوع اللي فات، وشرحت قصته تماما، وقلت لكم الموضوع بتاع الصفقات اللي هو بيجيبها اللعيبه مصريه خارج مصر، وبيعمل طبعا نسبه وعموله من الصفقات دي، وما بيهموش ولا بيفرق معاه مستقبل اللاعب. وهو دي المشكله، في فرق ما بين السمسار او الايجنت. انت لما بتكون لعيب او مطرب او اي حاجه، يعني نجم مشهور، بيكون ليك ايجنت. الايجنت ده المفروض ان هو يبقى مسؤول عنك طول مسيرتك، وهو اللي بيفكر لك لمستقبلك، وما يكونش في تفكيره موضوع الفلوس. ولكن السمسار دي حاجة طبعا مختلفة تماما، ما يفرقش معاه ولا مستقبلك ولا الكلام ده كله. وده اللي شفناه حصل مع آدم وطني مع أسامة أبو علي. يعني هو جاب له العرض الأمريكي، بالرغم ان هو لو وكيل فارق معاه مصلحة أسامة أبو علي، كان هيقول له لا، انت الخطوه دي ممكن تاثر عليك في المستقبل لو رحت الدوري الامريكي، كان افضل لك ان انت مثلا تطلع دوري من الدوريات الاوروبيه. ولكن زي ما بقول لك، السمسار بيكون فارقه معاه العموله بتاعته فقط لا غير، فاللي هيدفع اكتر بالنسبه له دي اكبر مصلحه، والعموله اللي جايه له لما تكون كبيره بالنسبه له دي احسن حاجه. يعني لو شفتوا مثلا محمد صلاح ورامي عباس الوكيل بتاعه، الايجنت بتاعه، هتلاقوا الموضوع مختلف تماما، لان التاني مدير اعماله وبيفكر دايما في مصلحة محمد صلاح، ودايما راسم له الطريق اللي بيمشي عليه. فطبعا النادي الاهلي وقف التعامل تماما مع ادم وطني، وخلاص مش هيبقى فيه تعامل، والموضوع وصل حتى لدرجة الخناق ما بين ادم وطني ومحمد يوسف، والانفعال ما بينهم في المكالمة اللي دارت ما بينهم. علشان كده النادي الاهلي قرر عدم التعامل مع ادم وطني الفترة اللي جاية. طبعا هتقول لي هو معاه طبعا وكالة لعيبة تانيين زي امام عاشور ولعيبه كتيره طبعا بتلعب في النادي الاهلي وبتلعب جوه مصر، لكن النادي الاهلي ما بيفرقش معاه الكلام ده كله. واللاعب اللي هيجبر الاهلي ان هو يتعامل مع ادم وطني، هيقول له يا اما هيقول له تجيب وكيل تاني، يا اما مع السلامه، لان احنا ما بنتعاملش مع الوكيل ده. فساعتها اللاعب بيجيب حد مكانه، لان اللعيب ما بيبقاش عنده وكيل برضه واحد، بيبقى عنده وكيل داخلي ووكيل للعروض الخارجيه والحاجات دي كلها. فهتلاقي مثلا لاعب زي امام عاشور او غيره بيجيبوا وكيل تاني يتعامل مع النادي الاهلي او مفاوضاته مع النادي الاهلي. علشان كده هنشوف الفترة اللي جاية هيكون فيها ايه، واحنا معاكم طبعا اول باول، ودايما بنحاول نجيب لكم الخبر. احنا ما بنطلعش نقول الاخبار او اخبار عمال على بطال، علشان احنا لازم بنتأكد مليون في المية قبل ما بنقول الخبر. ولما حد بيقعد طبعا يقاوح في الاخبار ويتكلم ويقول يعني الاخبار دي جبتوها منين والكلام ده كله، والحمد لله الحمد لله الايام بتثبت ان احنا اخبارنا صادقه. وعلشان كده زي ما بقول لك، انا ممكن اطلع اعمل لك فيديوهات طول اليوم، ولكن هطلع بقى اقول لك اخبار اي كلام، وهطلع اتكلم في حاجات اصلا. يعني انا بشوف ناس وناس طبعا على دماغي وكل حاجه وصحفيين كبار، وبيطلعوا يقول لك خبر الصبح ويرجع تاني ينفيه بالليل. فاحنا طبعا مش هنعمل الكلام ده خالص، ومش هنخترع لك مواضيع ومشاريع، وتلاقي ناس بتضرب لك اخبار صفقة تبادلية ما بين الاهلي وبيراميدز وكلام كتير من ده، وحاجات اصلا ملهاش اي اساس من الصحة ومش موجودة في الواقع تماما. علشان كده زي ما بقول لك، اي حاجة انا بقولها في البرنامج هنا لازم اتاكد من مصادر بتاعتي مليون في المية، ومش مصدر واحد، كذا مصدر، علشان لما اقول لك الخبر اكون متاكد، وما ارجعش تاني بعديها اقول لك لا الكلام ده ما حصلش، وارجع انفيها لك تاني يوم. علشان دي بتفقد المصداقيه حتى ما بينك وما بين الجمهور اللي بيتابعك. انا بس حبيت اشرح الموضوع ده، مش علشان اقول لك ان الاخبار اللي بنقولها انفرادات وحصريات والكلام ده، لا لا، عشان احنا بنتعب في الاخبار دي، وفي ناس بتتعب معانا علشان
نقدر نجيب لك الأخبار من المصدر بتاعها. آخر حاجة أنوه عنها وهي مسابقة الدوري المصري. المسابقة هتقفل قبل طبعا الأسبوع الجاي قبل بداية الدوري ب3 أيام. فشارك معانا على صفحة انستجرام، صفحة عمرو عاكف، هسيب لكم اللينك في أول تعليق. وتوقع ال11 لاعب اللي هيلعب المباراة الأولى للنادي الأهلي، طبعا ال11 لاعب الأساسي، علشان يكون ليك فرصة ان انت تكسب الجايزة 30,000 جنيه. واستنونا في حلقة جديدة، واستنونا في آخر الأخبار في الكرة معاك.